بداوي ما خانش وحش الكون. ياسمين عبد العزيز طلعت تصريح وأقسمت إن عمرها ما شافت خيانة من أحمد العوضي، وده بعد ما انتشرت أخبار حول إنه بيعرف واحدة أوكرانية وشافوهم في أوتيل وحاجات كتير وناس كتير زاطت، فهي طلعت أكدت إن هو ما خانهاش. كمان الفنانة ريهام نقلوا على لسانها أخبار إنه أحسن يوم في حياتها، واللي نزلت ستوري وطلعت كدبت ده وقالت يا جماعة اتقوا الله بلاش وقيعة، وهزقت الناس. يا ريت بقى نهدى شوية كده عشان الموضوع على صفيح ساخن. بيومي فؤاد في المستشفى. ايه ده؟ اه، بيومي فؤاد نقلوه المستشفى وتعبان جدا، وطبعا لان خبطتين في الراس توجع. الفيلمين بتوعه في السينما بيسقطوا والناس مقاطعة افلامه، حتى لما بيظهر في فيلم الاسكندراني ولا الحريفة الناس بتفضل تقولي ومش عارفة ايه في السينما، وده انا شفته بنفسي. المهم يا جماعة ان ارحموا عزيزة قوم من ذل، عشان انتوا شعب بتطلعوا سابع سما وبتنزلوا سابع ارض. فياريت نهدى شوية ونراعي ظروف الفنان. افريقيا بتغير الخريطة. ايه ده بجد؟ بعد تعادل مصر وخسارة تونس والجزائر وموريتانيا وغانا، فشل مغربي الحبيب بثلاثية نظيفة امبارح. مبروك للمغرب. قولوا لي توقعات الماتش النهارده وانتوا شايفين ايه؟ وان شاء الله مصر تكسب. وقولوا لي شايفين البطولة مين ممكن يكسبها من الفرق الافريقية او الفرق العربية. رسيني على الترند. رسيني.